طبعا في الدول الغربية وغيرها ما يقولوش أجانب، حتى الطلاب ما يسموهم طلاب أجانب، يسموهم الطلاب الدوليين. بس احنا عندنا عند المسلمين يسمونا أجانب، وكأن لغتنا مختلفة وأجنبيين، وكأن احنا غربيين وصفر وزرق وشعرنا أشقر وكذا، وكأن احنا مش احنا مسلمين ونبي واحد وديننا واحد وأرضنا واحدة وكل، يسمونا أجانب. طبعا مثلا في السعودية يقولون لنا أجانب. اليمنيين شاركوا في نهضة السعودية ولا يمكن أحد أن ينكر هذا، وبنوا اقتصاد السعودية من وعادهم صحراء. فمثلا أول بنك أنشئ في السعودية بنك صاحبه يمني، البنك الأهلي وصاحب السالم بن محفوظ. أكبر صيدليات في السعودية صيدليات النهدي يمني. أيضا إذا المواطن السعودي يحتاج سيارة سوزوكي شفر جيمس، لمن يروح؟ لتاجر يمني باله بيت وبا خشب. أيضا إذا جوعت ودشتي تبرد جوعك تشتري أندومي، الأندومي من؟ من تاجر يمني با وزير. أما إذا كملت تاكل الأندومي تشتري بيبس وتبرد وتهضم، من أين تشتري البيبس؟ من تاجر يمني. بوكشا أول مصنع أسمنت في السعودية كان لتاجر يمني بوكشا. وأول جامعة الملك عبد العزيز قبل ما تشتري الحكومة من بناها؟ تجار يمني بوكشان وباناجة. أول مصنع للسجاد اللي تفرش بيتك يمني، من صاحبه؟ بحلس. طبعا إذا معك عزومة وتشتي تعزم أصحابك، ما هي أشهر مطاعم في السعودية؟ أبل بيس صاحبها تاجر يمني بن محفوظ. ويكمل تتغدى أيضا تشتي تشرب شاهي تشرب من تاجر يمني بن زقر شاهي لبتون. أيضا إذا بنشرت السيارة عليك وتشتري إطارات، من تشتري؟ من تاجر يمني بن شيهو. أيضا المبنشر صاحب البنشر نفسه يمني. أيضا صاحب المغسلة الذي بتكوي ملابسك يمني. أيضا المجوهرات والحلي وكذا من بتشتروها؟ من محلات من بيستوردها للسعودية؟ تجار يمني. أيضا العطور واللي تعطروا لأنه الجو حر شوية ولازم الريحة تقع طيبة، من تشتروها؟ من تجار يمني، عبد الخالق سعيد ومحمود سعيد. أما إذا تشتري تنظف، من يورد لك؟ دوف وكلير ولايف بوي وغيرها، غير تاجر يمني بن زقر. أما إذا تشتري تأثث منزلك لازم تأثثه أكيد صح؟ من تشتري؟ من تاجر يمني. تأثثه بنسونيك تيفال براون، من تاجر يمني العزائي. أما إذا بتحس بالخوف وتشتي تحمي بنكك أو مؤسستك أو شركة أو سوقك أو كذا، من تروح؟ تدي لك شركة حماية معك مجال سيرفيس صاحبها تاجر يمني وصاحب قناة جدة الفضائية، من هو؟ العمودي. أيضا لما تبني من بيساعدك فالبناء، من البناء إلى الحفر إلى الردميات إلى الثليوس إلى الرنج إلى البوية إلى غير عمال يمني. مع هذا وبعد كل هذا ما زلنا أجانب.